حلقتنا اليوم عن فيلم زائر الفجر، إنتاج 1973، إخراج ممدوح شكري، سيناريو ممدوح شكري مع رفيق الصبان. ممدوح شكري هو من مواليد المنيا 1939، خريج لمعهد السينما بالقاهرة. عمل كممثل في بعض الأفلام ومساعد مخرج لكمال الشيخ وفاطين عبد الوهاب. أول أفلامه كان أوهام الحب سنة 70، وبعديه عمل الوادي الأصفر في نفس السنة، وأخيرا فيلم زائر الفجر 1973. الفيلم بيبدأ ببلاغ عن سيدة مقتولة في شقتها، والشرطة بتستدعى للتحقيق، والتاريخ اللي مكتوب على الشاشة هو 5 يونيو 1970. ودي رسالة واضحة معناها إن الفيلم ده بيتكلم عن هزيمة 1967. المحقق بيبدأ في التحقيق في ظروف الوفاة، ومن خلال شهادات من عرفوا القتيلة بنرجع فلاش باك لأحداث في الماضي، وكل شهادة بتشكل قطعة بازل بتكمل الأخرى لحد ما نوصل للنهاية وتكتمل لنا الصورة بالكامل ونعرف الحقيقة. وبنلاقي شهادات متناقضة لنفس الواقعة الواحدة، زي الشهادات اللي تعرضت لعلاقتها بجوزها. وده بيخلينا كمشاهدين بنفكر ونتأمل، كمان نعرف أكتر بكتير عن الشخصيات اللي قدامنا ونعرف مدى فسادها. الشهادات اللي زي قطعة البازل دي مش بتعرفنا بس عن اللي جرى للبطلة، بل بتتكامل مع بعضها وتعرفنا الكتير عن باقي الشخصيات. كمان بتستعرض لنا صورة بانوراما لمجتمع في قدر كبير من الفساد أدى لهزيمته في 1967. وده بيبان لما المحقق بعد ما يكتشف كم الفساد اللي واجهته البطلة يقول لمراته: أنا عرفت ليه انهزمنا في حرب 1967. سيناريو معقد لكن مبني صح، واسلوب سرد غير تقليدي بيخلق تشويق واثاره ويدفع المشاهد للتفكير مع ايقاع احداث سريع ما فيهوش ملل. احنا امام سيناريو رائع شارك فيه المخرج ممدوح شكري مع السيناريست رفيق الصبان. تقرير الطبيب الشرعي بيقول إن الوفاة نتيجة هبوط في القلب، والمحقق ممكن يقفل القضية ويعتبرها وفاة طبيعية، لكن هو عنده شك إن ممكن تكون تعرضت لتخويف أو تهديد من شخص ما، وده دفعها عليه انفعال تسبب في حالة الهبوط. وهنا ممكن يبقى فيه احتمال شبهة جنائية، ولازم يكمل التحقيق. ومن خلال التحقيق بنعرف ان البطلة تعرضت لاعتقال سياسي في الماضي، وده أثر عليها نفسيا جدا، وتعرضت لخيانة من جوزها ومن صديقتها، وبعد طلاقها جوزها حرمها من رؤية بنتها، وفي نفس الوقت واجهت فساد في المجتمع وتدخلت لإنقاذ بنت من إنها تعمل في شبكة دعارة تخدم أصحاب النفوذ. وكمان تعرضت من معاملة سيئة من جيرانها بسبب كونها امرأة مطلقة عزباء عايشة بمفردها. وبنعرف انها كانت اتحطت تحت المراقبة من الامن بسبب نشاطها السياسي قبل وفاتها، وان عندها خوف رهيب من الاعتقال، وان كل ده تراكم وادى لانهيارها في النهاية ووفاتها بهبوط في القلب. وهنا بنعرف ان القاتل لم يكن فرد خوفها واستغل ظروفها النفسية فأصيبت بهبوط في القلب، ولا حتى القاتل كان القمع السياسي فقط، لكن القاتل مجتمع فاسد بالكامل، فساده قادوا إلى هزيمة كبيرة. وهو ده الطرح اللي بيطرحه الفيلم. وكمان لما بيوصل لسعاد ويسألها ليه ما بلغتش الشرطة، بيكون ردها: مين المجرم اللي هبلغ عنه؟ السيناريو باين رسالته على يد سعاد في نهاية الفيلم لسبب إنها فتاة شابة والمستقبل قدامها، وده اللي كانت بتقوله لها نادية. كمان هي أرملة شهيد في الحرب، اتفرض عليها بعد وفاة جوزها إنها تعيش في بيئة فاسدة، لكنها بترفض البيئة دي وتتمرد عليها. نقدر نقول إن سعاد بتمثل الأمل. والحقيقة إن سيناريو رفيق الصبان وممدوح شكري كان بطل أساسي في الفيلم ده بالحرفة الشديدة اللي كان عليها، رغم إنه كان بيعمل أسلوب سرد غير تقليدي وبناء معقد. ممدوح شكري عمل ميزونسين كويس، مشاهده فيها حركة كاميرا مع حركة ممثلين، وده كان بيدي حيوية في المشهد. مخرج عنده لغة سينمائية،
وفي مشاهد أخرى استخدم الزوم على الممثلين لما يبقى فيه جملة مهمة هتتقال أو حقيقة هتكتشف. تفاصيل صغيرة بتورينا حرفة عالية، زي مشهد نادية في الأسانسير، استغلال الإضاءة اللي بتتنوع على وجه نادية مع حركة الأسانسير للتعبير عن الحالة اللي هي فيها، ومشهدها في البيت وهي تعبر عن مخاوفها من الاعتقال، في لمبة بتهتز وهي بتتكلم بتساعد عن التعبير عن حالة التوتر والقلق والخوف اللي عندها. احنا امام مخرج بيحاول يشتغل على مشاهده وعاوز يستخدم ادواته السينمائية للتعبير عن مود وحالة عاوز يخلقها في الفيلم. اوضح ده اكتر في مشهد بين نادية وجوزها، بتقوله انها عاوزة ترجع الشغل وهو مش موافق. قاعدين على نفس الترابيزة لكن ما يظهروش في كادر واحد، هنشوف تنوع في احجام اللقطات والزوايا بيكثف الاحساس بالمشهد وحالة التوتر بين الشخصيات. التصوير كان لرمسيس مرزوق، وده مدير تصوير كبير اشتغل مع كمال الشيخ ويوسف شاهين، وعمل في الفيلم ده حركة كاميرا ممتازة، وعمل إضاءة رائعة، بالذات الإضاءة اللي كانت على وش ماجدة الخطيب في مشاهد كتير كانت معبرة جدا وخلقت حالة في الفيلم. لكن العنصر المميز الحقيقي في الفيلم ده كان المونتاج لأحمد متولي، اللي ظبط الإيقاع في فيلم فيه سرد غير تقليدي وأجواء قلق وتوتر ومشاهد فيها حركة كاميرا مع ممثلين وقطع مع الحركة. بالنسبة لأداء الممثلين كان في حضور قوي لتحية كاريوكا في دور نانا، وعزت العلالي كان كويس في دور المحقق، ومعانا البطلة ماجدة الخطيب وهي ممثلة قديرة وكانت في أفضل أدوارها. مشاهدها وهي بتهرب مع رجال الأمن في شبابها كان رائع، مشاهد مواجهتها مع جوزها، مشهدها وهي بتتكلم عن وقعة انتحارها، مشهد النهاية قبل وفاتها والخوف والقلق اللي كانت عليهم كانت فيهم هايلة. وده كان فيلم عمرها اللي أنتجته بنفسها، ودي كانت شجاعة كبيرة منها. في ملاحظة مهمة عن الفيلم ده قبل ما نخلص، إن أول لقطة في الفيلم مكتوب فيها التاريخ 5 يونيو 70، وده يوم وفاة نادية، وطبعا بيفكرنا بهزيمة 67 اللي كانت حاضرة في الفيلم. واخر لقطة بالفيلم بتقول ان تم حفظ القضية 10 يونيو 1970، و10 يونيو ده بيفكرنا بتاريخ تراجع جمال عبد الناصر عن التنحي. السؤال، ليه استخدم تاريخ 10 يونيو؟ انا معرفش. للأسف زائر الفجر بعد ما عرض أثار جدل كبير واتمنع، ودي كانت صدمة كبيرة للمنتجة والبطلة ماجدة الخطيب وللمخرج ممدوح شكري اللي أصابه إحباط وتوفى بعد كده بشهور. لكن رغم المنع من عرضه، زائر الفجر فيلم مهم جدا بسبب الطرح اللي بيطرحه وشجاعته وجرأته والحرفة العالية فيه، سواء في الإخراج من ممدوح شكري أو في السيناريو اللي ما بيعتمدش على سرد تقليدي وبيدينا قطع بازل نجمعها طول الفيلم لحد ما نعرف الحقيقة. واتعمل ده بمعلمة من رفيق الصبان وممدوح شكري، وقليل ان الكلام ده اتعمل في افلام مصرية. كمان معانا المونتاج الرائع لأحمد متولي، يعني فيلم متكامل في عناصره الأساسية، وعشان كده زائر الفجر أصبح من كلاسيكيات السينما المصرية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.